وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، النهاردة مش هيخلى بيتك من الخضرة اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت. احنا دي الثلاث حاجات دول بنسميهم خضرة. ليه؟ لان احنا على طول محتاجينهم، على طول بنعمل بيهم كل شيء. بنعمل منها السلطه، بنعمل منها المحشي، الكرنب، بنحطها على السبانخ، بنحطها كده في فوق الكفت والحاجات المقليه، يعني اسمها خضره. عندنا لما بنيجي نشتري من البياع بنقول له عايزين مثلا ب5 جنيه خضره. ازاي هنعملها؟ هتبقى على طول عندك في البيت 24 ساعه، في ال 24 ساعه يعني السنه كلها، من غير ما تدبل، من غير ما تترمي، من غير ما تلقيها معطنه او بايشه من جوه، من غير ما تصفر، تبقى بلونها بنفس اللون زي كده اهو. طبعا انا اشتريت كميه اهي، شبت وبقدونس وكزبره وكله، فباخد كميه زي كده بقطعها بالسكينه، تمام، وبتبقى بالشكل ده. اقطع الكميه كلها وبعد كده هحطها في صينيه بتبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. شوف خضرها ازاي، وبعد ما اوريها لكم هتفضل خضره زي ما هي. بس انا في ملحوظه ان في ناس بتنشفها في الميكروويف او في الفرن. لا، اولا درجه الحراره العاليه او النار بتاخد كل الفايده اللي في الخضار، اللي هو الخضره اللي زي كده. اللي هي احنا محتاجين المواد اللي فيها اللي هي المفيده، فاحنا ما نحطهاش في الفرن او في الميكروويف يعني ممكن تحطيها ساعه او ساعتين في الشمس، لان تكون الشمس بارده، مش في عز النار، في الحر. يعني احنا لسه الجو بارد شويه، ممكن نخليها الصبح كده ساعتين 3 كده ونقلبها كل شويه، بعد كده ندخلها جوه. حط الصينيه فوق التلاجة، حطيها فوق الدولاب، حطيها تحت السرير، المهم تاخد فتره تنشف بطبيعتها. خليكم معايا اقطع الكميه دي كلها، وبعد كده افردهم على الصينيه واوريكي تفرديهم ازاي وهتعملي فيهم ايه. الفوطه اللي احنا حاطين فرشينها من تحت دي كده، او القماشه، اي حاجه عندك يعني تكون نظيفه، تروحي جايه كده لما تكوني هتحطيها بره في البلكونه، تغطيه كده اهو، تمام كده اهو، تغطيه عشان التراب بس الهواء هيدخل يعني، والشمس برضه هتدخل فيهم، بس عشان التراب والغبار ومثلا حاجه فاره في الجو ما تعكرش اللي هو تجيش فوقيهم يعني، وكده يبقى صحي 100%. تيجي من تخش بيهم في البيت بالليل، تروحي ايه تعاري الغطا دوت كده اهو، وتروحي مخلياه مكشوف كده اهو في الشارع في البلكونه، تغطيه من جوه، تسيبيه كده على ان مفيش اتربه مفيش غبار.